السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة شيف سهيلة ديسات. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة للشربات الليمون بطريقة ناجحة وبمقادير مضبوطة. نقول لكم من اليوم ان شاء الله وحده فيكم ما تزيد تشري الشربات، كامل بكم راح تجربوا هذه الوصفة وتولي عندكم معتمدة. واسمه هي غير تبعوا حبيباتي المراحل والمقادير هكا راح تنجحوا فيها. نروحوا للوصفة على بركة الله. بسم الله. هنايا الوصفه واش راح نحتاجو فيها؟ راح نحتاجو 2 لترات تاع الماء يكون عادي، من الافضل ما ديروهش بارد حبيباتي باش ما ديروش بارد بزاف يعني من الثلاجه باش السكر وحمض الليمون يذوبوا لكم بالخف وما تتعذبوش. هنايا حبيباتي راح نضيفوا عليه حمض الليمون، وبزاف اخوات ما يعرفوش وين ينباع هذا حمض الليمون. حمض الليمون ينباع عند اللي يبيع لوازم الحلويات او السوبرات الكبار، يبيعوها في لي بواط. مي كي تروحي عند اللي يبيع لوازم الحلويات راح يبيع لك حتى بالميزان، يعني قيس شحال تبغي انتينا. انا هنايا راح نضيف 10 غرامات تاع حمض الليمون، وراح نضيف عليه 300 غرام تاع السكر. هنا قبل ما راح نضيف السكر راح ندوب هذا حمض الليمون، من بعد عاد نزيد هذاك السكر وتانيك ندوبه. لازم ديروا يعني تتبعوا هاد الخطوات باش السكر نتاعكم يذوب لكم يعني والوصفه تجيكم ناجحه بامتياز، وكامل بكم تجربوه ان شاء الله. هذا رمضان حتى واحد فيكم ما يخرج يشري الشربات تاع الليمون، كاع بكم تخدموه في الدار. من الاحسن حبيباتي نخدموا الحوايج في الدار والله خير من اللي نشريوهم من برا. هنايا بعد ما السكر نتاعي داب كامل راح نضيف عليه مستحلب الليمون. انا حبيباتي هذا مستحلب الليمون نشري ديما هكا قرعه كبيره. وشوفوا حبيباتي كاين مستحلب الليمون، كاين مستحلب تاع البنان، كاين مستحلب تاع الفراس، يعني ماشي غير الليمون، كاين بزاف تاع ليكو. مي حبيباتي بزاف فيكم اللي يغلط كيروح يشري على اللي يبيعوا لوازم الحلويات يقول له اعطيني عطر الليمون. لا حبيبتي، كي تحبوا تخدموا الشربات تاع الليمون قولوا له اعطينا مستحلب الليمون. الا حبيتوا تشريو هكا قرعه كبيره راح دير 65,000 60,000 70,000، هذه هي سمتها. حبيتوا تشريو غير ب10,000 20,000 راح يعمر لكم القراعي. غير هو اسمه هي حبيباتي اعقلوا على الاسم انه مستحلب الليمون. هنايا راح نضيف 10 غرامات تاع مستحلب الليمون واللي هي مغرفه كبيره تاع مستحلب الليمون. وهنا راح نضيفوا كذلك عطر الليمون. عطر الليمون ضيفوا قيس 5 غرامات هكا تاع عطر الليمون، هذيك هي تجيكم سوا سوا. والله ذوقوا حبيباتي، باسكو عطر الليمون كاين اللي يبيع يكون ريحته قويه بزاف، وكاين اللي تكون ريحته ماشي قويه بالبزاف. وهنايا راح نضيفوا نص مغرفه تاع لافاني ونخلطوا المكونات مع بعضياتهم. نقول لكم حبيباتي هاد الشربات والله غير وصفه ناجحه. انا الاب ديالي بما انه كان عنده ليستورا كان يخدم بها، يعني جبت لكم الوصفه عليه وراني بارطاجيتها معكم. ان شاء الله قاعد تجربوها وتنجحوا فيها. وراح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصفه تاع 5 لترات وتاع لتره وتاع 2 لترات، يعني كامل، يعني اي وحده حبت دير غير لتره والله راح تلقاها في صندوق الوصف. وهنايا الشربات نتاعي بعد ما وجدت راح نديرها هنايا في غراف وراح نخليها تبرد لي. وهذا هو شربات الليمون تاعي. وكذلك حبيباتي تقدروا تزيدوا عليه الحليب، نسيت نقولها لكم. مي حبيباتي الا زدتوا له كاس تاع الحليب والله ما لازمش تخليوه اكثر من يومين، يعني راح يحماض لكم. مي هكا حبيباتي راح يقعد لكم حتى 10 ايام ما راح يصرى له حتى حاجه. ودوكا حبيباتي نقول لكم نضرب لكم موعد عن قريب ان شاء الله. مع السلامه.